ترى حلوة السكنة هون بالضواحي؟ حسب شو؟ يعني ناس هون كتير ظراف، بس باقي الشغلات مو نصيحة أبدا. الباقي مثل شو؟ يعني كهرباء، مي، مواصلات. صدقني أبدا مو نصيحة. دخلك أمان هون؟ أي، بالنسبة للأمان أمان كتير، ما حدا بيحارش حدا ولا حدا بيتدخل بحدا. لك يلا فوت، بردت القهوة تحت. والأسعار كيف؟ يعني مو كتير غالي. ليش عم تفكر تشتري هون؟ ممكن، طبعا بعد ما نبيع البيت. والله يقول لك شغلة، يعني اللي معود على سكنة المهاجرين والروضة وأبو رمانة صعب عليه كتير إنه يتأقلم هون. بس ما قلت لي ليش بدكم تبيعوا؟ يعني العيلة كبرت وصار بدنا مساحة أوسع. صحيح. احكي لي عن أهلك، عنك. أنا لهلا ما بعرف عنك شيء. نحن 4 أخوة، شابين وبنتين، وطبعا أبي وأمي. بس أمي مريضة كتير. خير، شو معك؟ معها ربو حاد أدى لنقص تروية بالرئة والقلب. طبعا هذا النقص التروية عمل مشكلة بالشريان الرئوي المرتبط بالقلب. أوف أوف أوف، كل هدول؟ المشكلة إنه هذا المرض ما له علاج غير إنه تضل متسطحة بالفرشة دائما. يا حرام. لا، والأسوأ من هيك، هذا المرض مرتبط بالحالة النفسية، يعني أي انفعال شديد، تعصيب، خوف ممكن تروح فيها. مسكينة. بصير معها موت اختناقي مع آلام شديدة بالصدر. لا سلامتها إن شاء الله. الله يحمل معكم. قد صار له مريضة؟ صار لها 11 سنة. 11 سنة باركة بالفرشة؟ 11 سنة. ودخلك مين عم بيقوم فيها؟ أختي بسينة. صغيرة كبيرة؟ يعني قصدي أختك بسينة. يعني شي 32 سنة. يعني روحت زهرة شبابها هي وقاعدة عم تخدم أمك المريضة. لا اسمح لي بقى، أختك هي قديسة. دايما القهوة وشكرا كثير. على شو يا زلمة؟ إيه ما لقينا شقفة كيك نضيفك إياها. يا ستي شكرا كثير على الدعوة وعلى القهوة وعلى كل شيء، ومبارك البيت. الله يبارك فيك. مع السلامة. بس بدي لك شغلة، أحلى 60 متر شفتهم بحياتي. يلا سلام. شو؟ في بيتنا مجلة؟ قاعد بالقهوة، في واحد قاعد واجع ميارة فيها، الظاهر خلص منها وانزلت على الطاولة، حملتها وجبتها معي، أنا ما بشتري هيك مجلات. وشو الأخبار؟ ليش ما جيت على الغداء؟ والله على أساس بركو مشغول علي يعني. إيه طبعا أبي أنا مشغول عليه. ليش أنا ولد صغير؟ أنا اللي خلفتكم وربيتكم. أنا بعرف وين بروح وين بجي، وإمتى بروح وإمتى بجي. أنا بمشي على كيفي. أمرك أبو منذر، أمرك. أنت رغباتك أوامر. يعني والله هي صعبة، يعني حارة عشنا فيها كل هالعمر، نجي نطلع منها هيك بهالسهولة؟ يا والله صعبة. لك أنتوا لو كنتوا بني آدمين كان كل واحد منكم عمل بيت من عرق جبينه. لا يا أبي، ما نحن سمعنا كلمتك، أنت قلت لنا تعلموا وادرسوا ونحن ساوينا اللي أنت بدك إياه. سويتوا اللي أنا بدي إياه. ليك أبو حسان ولاده مش شو بيشكوا؟ تامر مو متعلم مثلكم؟ أبصر كم بيت صار عنده. عمي أبو حسان هو اللي غامر وترك الوظيفة وفات بأعمال حرة.
انت نفسك كنت تقول عنه انه مجنون لانه ترك الوظيفه. الزمن تغير. انا اللي لازم اعرف على انه العلم ما عاد له قيمه ولا انتو؟ ايه بس ابو حسان، كان بالنسبه لك مثل سيء. يعني انت هيك كنت تقول. هلا شو بدك فيني؟ شو كنت اقول؟ الشغله مو بايدي ولا بايدك. زمن جديد واخلاق جديده. الزمن ما بيرحم. ما اختلفنا ابي، بس هالاخلاق الجديده منيحه ولا مو منيحه؟ لك ابني، انا تاخرت كثير لحتى فهمت وتغيرت. بقى انتوا لا تتاخروا. شو عادة ما بدها لحتى تتغير. ما عادت محرزه. ليك ولا انا شاب اكثر من اللي نفضك. ابي والله انا ما قصدي هيك، يعني انا كمان مثلك، انا تاخرت، شو ساوي؟ انزل وقف بالشارع قال لهم انا صرت تاجر بيوت؟ إيه لا تبعدها. ليكو جميل جوزها صباح امي ما بيعرف يفك الخط، صار عنده سياره وصار عنده شغل وصار عنده كل شيء ويمكن يشتري البيت اللي هو ساكن فيه. بس انا رب العالمين ما رزقني الا ببغال. على مهلك انت الثاني رح تطخوني. امرك ابي امرك، انا رح اروح مشوار صغير ما بطول. لك حتى سألك وين رايح؟ ما انت بالغ راشد. امرك ابي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت بحر المحيط وأنا زورق بلا شراع. أنت بحر المحيط وأنا زورق بلا شراع. تع تع تع. محمود درويش، أراجون، فلوطي، ابن فلوطي. يعني وين بدها تكون؟ وين قريتها؟ والله ما عم تطلع معي. في جملة فظيعة ضاعت مني يا وليوز، ضاعت. جملة شو؟ الجملة ما ادري وين قريتها يعني. أنت بحر المحيط وأنا زورق بلا شراع، وين قريتها ما عم بقدر أتذكر. ما عم بقدر. بدور عليها بتلاقيها. زورق بلا شراع. يا ستي عطتنا موعد بس صباحي. صباحي؟ يعني أنا ما فيني أروح معها. ما تروح لحالها، شو هالشغلة؟ لك هي وحدة درويشة. شكرا. درويشة؟ وقت راحت انضربت على قلبها وعملت هديك العملة ما كانت درويشة. تاخذ تاكسي وتطلع لحالها. أي لوين بدها تطلع؟ على الفوقانية، لوين بدها تطلع؟ وين هي الفوقانية؟ هي ضيعة؟ ايه ضيعة. الدكتورة عندها عيادة هونيك، ويوم الأربعاء مخصوص رح تفتح مشانها. طيب إذا طالعة وطالعة طالعها معها، يعني هي ما خرج تاخذ تاكسي بقلب الشام، فما بالك على الفوقانية. ما خرج تاخذ تاكسي، لكن خرج تنضرب على قلبها وتروح. استغفر الله العظيم. والله انت على نياتك وطيبة كتير. بتعرفي انه الدكتورة عندها حساباتها كمان، والموضوع كله ما قانوني. قانوني مو قانوني، نحن بدنا نستر على البنت. تطلع لحالها بالميكرو وهونيك بس توصل مين ما بتسأل بدلوها. بعدين ما قلتي لي انها درويشة نزلت بالسعر لل 15,000 ليرة. عن جد عم تحكي؟ يكتر خيرك وخيرها، بس بركي صار معها شي. والله مسؤولية. يلي بده يعمل عملاتها بده يتحمل. بعدين شو ما صار معها لازم تحلف لك انه ما تجيب لا سيرتك ولا سيرتي. إلك هي مو عارفة فيكي بالأساس. اذا نستبينا هي رقم الموبايل، اذا بدكم تثبتوا الموعد حاكوها. لا تنسي الدكتورة زكية. الأربعة الجاي. ما بعرف شو بدي أقول لك. كتر خيرك، بنت كتير درويشة. الله يستر عليها يا رب وما يضرها.
على خير وحده مثلي، ومتى ما وقعت البقره دكتور الدباحين. بس يا خوفي توقعني معه، الله يستر. مرحبا. اهلين اهلين وسهلين. أنا ما كنت جاية لهون والله ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني هيك صار وأنا مالي حدا بهالدنيا. شو يعني مقطوعة من شجرة؟ لا أنا إلي أهل وقرايبين وكل شيء، وأنا مالي مجنونة، والله مالي مجنونة، بس هيك صار. شو اللي صار؟ يعني أنا ما بدي أنتحر واللي بده يصير يصير. الظاهر في عندك حكي كثير بدك تحكيه، احكي. لا والله هن كلمتين وما عم يطلع بإيدي أقولهم. احكيهم. ما بينقالوا. ليش؟ رح تكذبي يعني؟ ما عم بقدر. على راحتك، شو بيطلع بإيدي أنا؟ قديش هذا معلم؟ 250. مشانك 200 ها؟ تفضل. بدي مصاري. شو؟ بدي مصاري وما بعرف امتى رح رجع لك اياهم. ايوه. خلص انسى، اعتبرني ما حكيت شيء. تعي لقلك. تعي لشو؟ هلا انت شو اسمك؟ بوسينة. بوسينة شو؟ بس بوسينة، ما بقدر احكي اكثر من هيك. ماشي، قديش قلتي لي لازمك؟ 10,000. ايوه. ليكي هدول 10,000 نص راس مالي، بدك ترجعيهم رجعيهم، ما بدك الله يسامحك. خدي روحي، لا روحي دغري قبل ما اغير رايي، روحي. التي نعمل جميعا من اجلها، وبالتالي لا داعي للخوف من اي. وين الخانون هلا لسه ما شرفت؟ عمي أنا نصحتها تطلع مشوار، مضيعة ساعتها فطلعت تشتري وحدة، وهي هدية مني من المنزل. بهالوقت بابا والله المخلوقة مستنفرة معنا ليل نهار، يعني ما رح تنقص شيء إذا طلعت هالمشوار. كاتراني طلعتها بهالكم يوم، طول عمرها بتحب الكنكنة بالبيت. عمي ما في حدا بالكون بحب الكنكنة بالبيت طول عمره. ستي تعودت. ما في حدا بيتعود على السجن. لك بنتي هون مو سجن، مو سجن، بعدين هي امها او مجبورة فيها. مساء الخير. مساء النور. شو لقيتي شي على ذوقك؟ مشان الساعة لقيتي شي؟ ايه والله في شي حلو كتير، بس غالي نار. وين كنتي؟ مشوار. مشوار شو؟ شلون يعني مشوار شو؟ مشوار طقيت روحي من قعدة البيت، طلعت. إيه كنتي رح تفضحينا. المهم مرقت على خير. لسه في الأهم. شو هو؟ إنك تكوني جاهزة الأربعة. اليوم الظهر وقت ما حكينا حسيتك خايفة. الظهر كنت خايفة لأنه ما كان معي المصاري، بس هلأ ماني خايفة، المصاري صاروا معي، يعني عندي استعداد روح هلأ إذا بخلص من هالقصة. من وين دبرتي كمالة المصاري؟ منه؟ لا مو منه، المهم دبرته. لك شو قصتك انت؟ وطي صوتك مشان الله، والله ما عم بعمل شيء. شو بكون شوفي؟ ما في شي حبيبي. شو بها بوسينة؟ ما بها شي، بس مقهورة على ماما. طيب يعني امر الله، شو بدنا نساوي؟ امشي حبيبي امشي. حاسس كأنه بوسينة مانا منيحة. مزبوط، البنت مقهورة على حالها كثير، يعني عمرها عم بيروح قدامها، شو بدك اياها تكون؟ بس هيك؟ اي بس هيك، والله خايفة عليها من شي اكتئاب، شو بدكم تساووا وقتها؟ لك حاجة بقى انت الثانية، شو بده يصير يعني؟ هلا المهم قلي، ابوك ما عاد فتح سيرة البيع؟ شو صار؟ مالك مرتاحة هون ما؟
ايش بعرفني، هذا نورس فات بالقصة كلياتها خربطة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حظ محل ما بدك. شو رايك تقومي تنامي احسن ما عملتيني مخدة؟ تصبح على خير. انت من اهله. بابا نوراس، بدي منك شيء صغير. ايه تكرم عيونك، بس اشوف شو باقي من راتبي. بس بيع البيت بعطيك اياه. لا لك ابي ولو، هذا واجبي. شرف أبي. إذا مبينين معك لآخر الشهر ما بكفوك. بلا أبي. مو مشكلة أبي، دول زيادة. جو جدو يا جدو، لك هي امك بتضل زنافتها ابي. لاني حاسه انه بده ايانا ننتقل من البيت. يا ستي انتقلي، مطرح اللي بيروح جوزك لازم تروحي معه. بس انا بحبه لهذا البيت، بحبه لبيتي، ما بقدر اعيش براته. جو وانا بحبك كمان. طيب خليكي عايشه فيه. وبركة اضطريتوا تبيعوه. لك ستي لوقتها بفرجها الله. شو حبيبي شو حبيبي، بعدين ابوكي عم بيدفع الاجره، صحيح هي 1000 ليره مو محرزه، بس كمان لا تنسي البيت عم يغلى. ها ما انا هذا قصدي، قبل ما يغلى اكثر. خدي حبيبي خدي حبيبي خدي صباح، انا ابوكي حافظك وش وقفا، قولي لي شو بدك من الاخر. بدي نشتري البيت بصراحه، بدي امن على حالي. لا يا بابا، لا يا جدو، لا يا حبيب جدو، لك طالما انا موجود لا تخافي، لا انت ولا امك. معناتها خلص بيعونا البيت وخليه يسجله باسمي. اخ يا صباح، ما انا عرفانك، هاي الشغله بس تدور براسك ما بقى تتركيها ابدا. سبحان الله، انت واخوك حسان كانه فوله وانقسمت. دخيلك على هالبيت على اساس قصر ما هو حشويات وبواسعنا. لك خلصنا بقى، لك ما حد في عندك حكي غير هذا الموضوع، ولك خلصنا صباح خلصنا، خليني اشوف البنت شوي، اعطيني يومين فكر بس. مشان تشاور الشباب ما، لانه نحن البنات مو اولادك. صباح خلص طوشتيني، هي امك طوشتني. ما انت بس تجي سيره المصاري دغري بتنطوش، حظي وبعرفه مالي حظ. لا جدو لا جدو. اخ منا امك بس. كمان اخطي هالرجال عم يركض ليل نهار لحتى يأمن اجرة البيت. لك صباح، حاجتك بيها لك امي، معقولة مشان 1000 ليرة جوزك عم يرقد ليل ونهار؟ يا ستي بلاها، لا يدفعها. هو ما بيرضى، بعدين حرام يقعد له شوي بالبيت شوفه ويشوفني، ايه صايره ما عم بعرف وين اراضيه. صباح، بدك ياني حاكي ابوكي؟ ما لسانك ب7 شطلات، ما تحكي انتي. انتي كمان علي امي، كل الدنيا صارت علي، شو عامله انا يا ربي شو عامله؟ صباح لفيها بقى، ابوكي ما بتركك. بدي البيت باسمي. شلون هي بقى؟ سلموا الموضوع لحسان وهو بيحل كل شيء. ماما حبيبي جنونة، ممكن تقولي لها لماما صباح انه تسكت شوي وتقلي قديش مصرياته لبابا؟ قديش؟ ما معه كتير. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وسهلين ومرحبتين، تفضل. عليكم سليم. الله يعطيكم العافيه. بشرف حماتك بحبك عود. ايه حسان شو صار معنا؟ والله في عنا مشكلة صغيرة. هذا جاره لأبو منذر الباب على الباب عارض بيته للبيع. والزلمة طالب 16 وعم يجيب له. قام زلمتنا راسه و1000 سيف ما بينزل على 15 فرنك. ليش بقى؟ شو صاير بالدنيا؟ أخي كله بيقول لك بيصير عيادة، بيصير مكتب تجاري، والأسعار كل ما عم تنط، والله وكيلك في مين يشيل،
وحياة عيونك على الغالي لولاك لاردفته للبيت من زمان. بس انا اعطيك كلمه، وانت بتعرف كلمه الرجال لازم تكون طابو. هلا نحن ممكن نصل لهالمبلغ، بس بدنا التسليم فوري. لعيونك طبعا فوري. خلص بنعطيه مهله 3 اشهر. لا عمي، فوري. لك شلون يعني فوري؟ ما بده يدبر راسه الزلمه، نزلته بالشارع. هلا واحد بيقبض 15 مليون ما بيعرف يدبر راسه، شو هالحكي؟ سيدي بالتقال حلي، المهم انت وافق على السعر. احكي لك كلمه ابو حسان. والله يا اخي الكريم، يعني انا بهذا الموضوع ما دخلني، يعني بتقدر تقول ما عندي فكره. هلا انا زبون المكتب ولا زبون الحسان؟ لا اعوذ بالله، زبون المكتب، زبون المكتب لك. بس اخي انا يعني مثل ما لك شايف معجوقه على راسي، مشان هيك نحن مقسمين الشغل، كل واحد مستلم شغله. الله يخلي لنا اياك. ولو اخي اعطيني 48 ساعه وبرد لك خبر، بس بدنا التسليم فوري. والله هي صعبه، يعني ما بعرف شو بدنا نساوي، بس تركع على التيسير. شوف وينك، يا من اجره البيت نفسه يا من دبر له بيت برا يستاجره ويدبر اموره. بس المهم انت تعطيني الاوكي لحتى اعرف شو بدي ساوي. المشكله مهندس ديكور بده يعمل مخططات، بقى بده يشوف على ارض الواقع. يجي ويشوف شو ما بده. خلاص عمي اتكل على الله، بلتقى لحلي. ايه اصبح السلام عليكم. لك اقعد ما شربت قهوتك. الايام جايه اخي. خليتنا نجيب فنجان ثاني على الفاضي. شو ابي؟ شو القصه؟ الاسعار كلها عم تصحط وبيت ابو منذر بالطالع. شلون بدك تفسر لي اياها هي؟ ايه البيوت اسرار. يا ما اختلفنا، اسرار بناسها مو بحيطانها. البيوت اسرار بموقعها، بمساحتها، بطلتها. هيك البيوت اسرار. ايوه الحق معك يا ابي. يلا شرف ابو حمدي، شرف. يلا بوسينة، يا بوسينة. نعم أخي. زبطي لي الوضع بغرفة امك. ايه يلا على عيني. يلا لا تشلح. معلش يا سيدي الارض ممدوده. ايه ابو حمدي، عندك اوضه 2 3 4 وهي اوضه القعده. هي اوضه خامسه ولا باب لحالها، يعني اللي بده ياخذ البيت فينه يسكر هون عياده مكتب تجاري اللي هو. شمالي البيت هي وين شمالي؟ لا قبلي كمان هنيك في اطلاله هيك على شكل زاويه صغيره يعني. بعرفه سيدي بعرفه، اصلا انا بيوت الحاره هي كلها بعرفها بيت. طيب شرف لي ورجيك الاطلاله. تفضل. يا بوسينة اعملي لنا قهوه. شايف هي الغرفه عندنا؟ هي الغرفه هون هيك مبنينا جديد وكذا، اكيد متجوز فيها الله يسترنا من اللي جاي. المهم انت شو رايك؟ لك هي بدها رأيي. نصيبه لابو منذر يتنعم بكم مليون زياده. شو دخلوا ابو منذر؟ لك شو دخلوه؟ ما بيته وماله حلاله وشبه. بس انا متفق معه على 10 ملايين وبس. إيه لا ما حذرت حبيبي، انت بتاخذ عمولتك وبس، اما باقي المصاري بتعطيهم على اخر مليم. لك ابي شو عم تحكي انت؟ شو عموله معموله؟ ولك هذا هو الحق. الحق انك تحرمني 5 ملايين؟ الحق انك تاخذ حقك والباقي برجع لاصحابه. يا ابي فهم علي مش عم لك سبق وقلت لك انه ما بتنبلع معي، يعني ما بتنبلع معي، لك ليش ما عم تفهم؟ لك هذا صاحبي ورفيقي وجاري، لك النبي عليه الصلاة والسلام وصى بسابع جار، بدك ياني انا اغدر برفيق عمري؟ ابي انت عم تحكي عن 5 ملايين. 5 لك ان شاء الله 50 مليون، لك حتى العمولة كثيرة عليك، لك انت شو عملت لحتى تاخذ 375 ألف ليرة؟ شو عملت؟ لك تفرج على اخوك التعبان بالمدارس، بين الاولاد شقيان تعبان، قديش بياخذ؟ 15,000 ورقة بالشهر. بالقديش؟ بالشهر، مو باليوم، مو بالساعة. بقى انت على ايش 375 ألف ورقة؟ لك خلصني بقى، لك شو هالجيل هذا؟ لك ما عاد تشبعتوا؟ بس يا ابي انا خلاص ولا كلمة، لا تخليني اغضب عليك حسانها. قطعت نفسك ما هيك؟ ان شاء الله عمرك. اهلا وسهلا. اهلين. شو طلع معنا؟ والله يا سيدي البيت محرز وكبير، بس بده نفض يا اخي، بده نفضه كثير، يعني بده ينحط عليه مصاري بلاوي، خاصة الحمامات، الصحية هريانة على الآخر، الله يسامحكم، ليش ما مجددين فيه شوي؟ هلا احنا شو بدنا بتجديده؟ ان شاء الله اللي بيشتريه ينفضوا ب5 مليون، ان شاء الله ينفضوا ب5 ليرات، نحن شو بدنا بهالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، بده نفض، يعني بده مصاري كثير، هذا البيت إذا ما إجا رغيف له مصلحة ونظرة، ما حدا بياخده. ابو حمدي حط عينك بعيني،
ما حدا بيشتري شيء ما له مصلحه فيه، المهم انت قدر لي اياه. تسليم شلون؟ هلا شو بدنا بالتسليم؟ على قد الفلوس. لك شلون هاي؟ بدنا نعرف كل التفاصيل من شان السعر. شو الشغله شوربه؟ لا مو شوربه، ودلاله على الشره من اخره. الله يسامحك يا استاذ نورات، شو زبون تحت باطي عم يترجاني؟ الشغله بدها ركض، بدها همه. طيب انت هيك حسب تقديرك على وضعه وعلى عيبه قديش بيسوى؟ بتيسير الله، اذا اجى رغيب بدفع 10 11 اكثر شوي اقل شوي. انتو شو طالبين من رب العباد؟ 15. طول بالك يا ابن الحلال، وكل الله. بيت مثل البيت بمنطقتنا اكثر من 11 ما بيجيب. لك شو 11؟ لك اخي بعدين بده شغل وبده نفض، يعني بسنه ما بيجهز، لا وفوق منها شمالي. هلا ورجيتك انه قبلي. شفتها سيدي شفتها، طالعه بوشه بنايه، عاميته عمي، يعني لا شمس ولا هواء. بصراحه حاطينه عند حدا غيري؟ ان شاء الله نكون حاطينه عند 100. انت بيعه وخذ رزقتك. توكلنا على الله، ان شاء الله راح اركب لك زبون مرتب. حلو هذا الكلام، شرف القهوه. ليك ابو حمدي نحن مالنا محروقين، على اقل المهم يجي الرغيب تبعه، يعني 15 الا ورقتين الا 3 معقول. اهلا ابو حمدي. اهلين ابو منذر. تفضل تفضل استريح. شلون شفت لي الوضع؟ بجيب 12؟ اذا جاب 11 بيكون طاقه القدر انفتحت لك. يعني سقفه 11؟ حتى ب 11 ما في زبون راكب، بدكم تستنوا شوي. يلا بالاذن سيدي. تكمل قهوتك ان شاء الله بالافراح، والله عندي شغل بالمكتب. على كل حال حطوا البيت عند حدا غيري، وشو بصير معكم خبروني. السلام عليكم. تفضل. اهلا وسهلا، شرفت. يلا اهلا وسهلا، شرفت. السلام عليكم. السلامة. شوفه مندر التجار، نشوف غيره. والله يا ابي شكله دخلت بشغله ما بفهم فيها. مو المهم انك ما بتفهم فيها، المهم انه حسان ما عم يرشنا. حتى لو كان عم يرشنا تكون شغلته كلها على بعضها فرنكات. ولا صار. خلص ابي خلص، اتكل على الله وشوف حسان. عمي ما بتعرف، الانسان نفس بيطلع ما بيعود بينزل، صح ولا مو صح؟ عداك العيد. مشان هيك جيب لي اخراج القيد العقاري وجيب لي هالطابه وخلينا نكتب العقد ونخلص. الله يرضى عليك، بدك تستنى علي شي يومين 3 بس. خير عمي، يعني بدك تشاور حدا ولا شايف مكتب ثاني؟ هلا انت مثل اولادي، انا ما بخبي عليك. نورس جاب من شافه عاين. ومين جاب؟ ابو حمدي ما غيره. ايه؟ شو عليه؟ على فكرة ابو حمدي فهمان كثير بالمصلحة. ها؟ شو قال لك؟ يعني بقديش؟ يعني مو بعيد عنك. أكثر أقل قديش؟ يعني بحيطانك. إيه خلص عمي خلص، اعطيه ابو حمدي، بس تعجل شوي، هالتأخير مو من مصلحتك. لك مشكلة ابو حمدي خلص انتهينا منها، البيت إلك. بس انا هلا معزول على قرشين يعني. لا شو هالحكي عمي؟ واحد قاعد على 10 ملايين وبيقول معزول بقرشين؟ شايف على هالزمن، شايف الشباب مقصرين معك ما؟ إيه معلش عمي معلش، سامحهم، دبساتهم امرأة، بس ولا يهمك، ها انا موجود والرقبة سدادة. المبلغ ما كثير بحالي، شغلة 100,000 ورقة بس. هلا هي كل شغلتك 100,000 ورقة؟ ايه خلص لا تدور ولا تطلب من حدا، عيوني إلك، انا مثل ابنك ولو. هذا املي فيك. لك عمي نحن جيرة عمر واماني برقبتك، اذا بدك اكثر رقبتي سدادة احكي، بس بدي الموضوع يضل بيني وبينك. يعني هو بصراحة انا ما في بالعادة اخبي على الوالد، بخاف من غضبه، بس خلص لعيونك، انت كمان مثل الوالد وعز. الله يعزك، وبكتب لك فيه وصل. لا بنعتبره الرعبون. لا شو رعبون؟ الرعبون لا مو رعبون. طيب خلص بنعتبره ربط كلام، ربط كلام ما فيها شيء. شبه حسان، ما قلت لك انه الرجال بيرتبط بكلمته من لسانه؟ بس بدي منك انه هذا الموضوع يضل سر بيني وبينك. بأمرك عمي، تكرم عيونك. 100,000 100,000. ايمتى بدك اياهم؟ بأسرع وقت. رح أعرض لكم الطلب أساتذة. أنا حمص، تبل فتوش، تبولة، كبنية، كبة حميص، ونقانق، ووجبة مشاوي مشكلة. شو تاني تقول؟ اللي؟ بطاطا مقلية على عيني وعلى راسي. بطاطا مقلية. 100 أهلا وسهلا فيكم.
عفوا قد ايه حقه هذا الكتاب؟ ميت ورقة حاجتك. عوض عليكي. شكرا. زين. أبو مستو؟ ايه هلا البنت هي ما عاد مرقت مرة ثانية لهون؟ سولت امبارح كانت هون شو بدك؟ بس انت شو بدك منها؟ ما بدي شيء بس هيك خطرت على بالي يعني. فهمت عليك. قبل يوسف انت قريان شي كتاب طوق الحمامي لابن حزم الاندلسي؟ لا ماني قريانه، وألف مرة قلت لك أنا القراية ما بحبها. ايه بس هذا الكتاب منيح اقراه، بيريحك شوي هيك من عذاب الضمير. لك أنو عذاب ضمير انت الثاني؟ ترى هو حقك، ها؟ حقك تستحلي وتعجب وتحب، وخاصة انه البنت راكزة وحلواية، مو؟ أنا ما عم فكر بشيء. لك يوسف بربك، وهي عم حلفك بربك، أنا ما عم بقول الشيء اللي أنت عم تفكر فيه. لك هلا أنت شو بدك مني؟ اتركني بهمي مشان الله، خلاص. شفت إنه كلامي صح؟ بس خجلان، مستحي. شو أبي لاعب اجى على الغداء ولاعب ما عرفنا شو عم يصير معه. انتوا كمان تاركين الموضوع على الرجال الكبير. لكن مو على اساس نورس هو اللي بده يتصرف. ونورس انسحب، طلع انت شوف بيوت بالضواحي. يعني ما بتعرفي لبابا بحب يقلب بايده ويشوف بعينه. طيب خده معك. لا ستي انا ما بدي اتدخل. يعني اذا تدخلنا بدهم يقولوا انه انا وانتي طمعانين. دخلك بشو؟ كل اللي عم ندور عليه حيطين وسقف، لا ورح نضل نخدم عليهم طول عمرنا. شو؟ بدك شي؟ لا ما بدي شي، بدي يجي يوم الأربعاء. تحملي. لك شو اسمع طالبني موجودة؟ ما بتنقضى على التليفون؟ لا سيدي ما بتنقضى. خير ان شاء الله. عم قول هذا جارك نوراس. انو نوراس؟ لا ابن ابو منذر. ايه باينتهم بدهم يبيعوا البيت، فمشان هيك بعتوا وراي. ابو منذر بعت وراك؟ لك لا نورس، ليش مو نفس الشيء؟ لك بتفرق كثير. فمشان هيك بعت وراك لافهم منك شو القصة. اخي لا تفهم مني ولا بفهم منك، ابو منذر اجى لعندي وقبض رعبون، والبيعة تيسرت يعني خلص انت لا تغلب حالك. دخلك وقديش راح؟ باسمته بنصيبه، شو بنا ابو حمدي شو بدك بوجع الراس؟ لو يا حسان ما نحن اولاد مصلحة واحدة وبنحاحي على بعضنا. انت على راسي ابو حمدي، الله وكيلك على راسي، بس ابو منذر جارنا ونحن خدمناه هيك لوجه الله تعالى. يا سيدي الله يرزقكم نجور عنكم، بس انا كان قصدي يتنور يعني. لمين راح؟ زلمه بياع شره، راح سبحان الله هيك على اهون سبب، مثل شربة المي. دخلك فوق 12 ولا تحت 12؟ اخي فوق 12 ولا تحت 12، انت شو دخلك؟ خلاص راح نصيبه الزلمه، بدك شيء؟ لا سلامتك. سلام. اسمع لك، لساك صحبة انت وسعيد هذا تبع المحافظة؟ ليه؟ مشان الملحق تبع ابو رامي العتيبي؟ ايه انسى ابو حمدي انسى، راح. بربك راح؟ لمين؟ لاخته لسعيد، كمان مهندسين بس بالبلديه. يا حوينته، قلت لحالي بشاركك وبنظبطه لهذا سعيد تبع المحافظة بشي قرشين، وبنعملنا غرفتين ثلاثة بهالملحق. إيه لا تحسر ابو حمدي لا تحسر، ربك بعد اسمه مقسم رزقته على كل العباد. سلام. الله معك. مرحبا ابو علي، كيفك؟ ايه ابو حمدي، انا ابو حمدي دخيل عينك. مرحبا. اهلين حسن. اهلين تقبرني. شو حسن افندي؟ وين كاين؟ كنت بعين ترمى عم شوف هدول البنايات الجدد. لك انا بس بدي افهم من وين بدهم يجيبوا مي وكهرباء لهذا العمار كله؟ الناس من وين بدها تشرب؟ لك ان شاء الله بيشربوا اراجيل، نحن شو دخلنا بهالحكي؟ لك حسان احسبها بالعقل. بالعقل اخي لا بالعقل ولا بالبطن ولا بطحال، بقول لك نحن شو دخلنا؟ بس بدك سيره تفتحها وتستلمها. المهم قلت لي نورس شو مساوي؟ خير جايب لي نازل من المطقطق وبده يعرض البيت عنده، لك يضرب الحمار وعيشته. ايه حقه يصطفل.
هيك والثاني قال حقه يصطفل. وقد ايه صرنا نحن عم نرقد بالبيت؟ معلش لك ابني معلش، خليهم يتنوروا، واذا بيجيهم سعر احسن من اللي جبنا لهم اياه شو عليه؟ يبيعوا. ربك هو اللي موزع الارزاق. الحمد لله حقنا واصلنا. هو بيني وبينك يا بي ناظم حاول يحركش والشمشم، بس انا جبت له اياها من الاخر على البلاطه. قلت له انه الموضوع انتهى والزلمه قبض رعبون. ليش ابو منذر قبض رعبون؟ رعبون شو؟ وين مخك انت لك ابني؟ وين مخك؟ عم نقول هيك مشان طفشه للزلمه. بس ناظم ما غلط، يمكن بالعكس هو عم براعي انه ابو منذر جارنا. يا بي الله يخلي لنا اياك، هلا بمصلحتنا في رعى وما رعى. على كل حال مو قصه، لانه اولاد المصلحه بخبروا بعضهم، بكره نعرف الحكايه. ما اختلفنا، بس انا اللي قارقني هذا نورس وانه ما واثق فينا. لك يا ابني حقه، بتضل رزقة عمرون. ودخلك على شو لازم يثق فينا؟ يعني الواحد يحكي اللي له ويحكي اللي عليه، على اساس انه مصلحتنا كلياتها صدق بصدق. لا والله جمعيات خيريه. اخي بطل لي هالنظريات الله يخليك. صدقني الرزقه اللي ما بتطبها في مليون ايد بتمد وبتسحبها من نص تمك. لك بس هذا تعب ناس، اموال ناس، ونحن عم نجي هيك على البارد المستريح. يا اخي مين عم يقول لك على البارد المستريح؟ على شو كل يوم عم نحرق دمنا واعصابنا ووقتنا على شو؟ والله ما بعرف، بس حاسس انه ما عم نساوي شيء بيستاهل كل هالمردود، ما؟ ويا ابني لا بتقوله صحيح، الله وكيلك صحيح، بس الدنيا هيك بدنا نطلع على مصلحتنا، يا بتدبر راسك يا اما راسك مقطوع. فهمت لك ابني؟ اصحى. لك على راسي يا ابو حسان، تعلم من هالدروس. ايه عم نتعلم، بس بيضلوا في حالات خاصة بابا، مو هيك؟ ايه تامر عم يحكي صح. لك يقبرني الوعي، يقبروني الحالات الخاصة تبعكم انتوا اثنين. انا عن جد عم احكي حسان. قصدك على بيت عمك ابو منذر؟ يا ستي اطمني، روقي خلص روقوا، يا بنسحب من القصة نهائيا يا بدفع له حقه على دوز بارا. بس انا اللي قارقني عدم الثقة عند نورس وما رح مرق له اياها. ليش شو عمل لك الزلمه؟ يعني بركي هو سمع من شي حدا انه البيت بيسوى اكثر. الحكي كتير بس الشر وينه؟ يمونا من السيرة بقى حاجة، حطوا لنا لقمة ناكل بقى. ايه على عيني، ثواني. يلا امي على المطبخ. اما شو شفت لك بنات بعين ترميات لقطة ما بتفوتوا بنوب. لازم تروح معي. نروح ليش لا؟ جملو مريني تقبريني. انا حكيت مع ابي مشان البيت. أني بيت؟ شو اني بيت؟ بيتنا هاد. شو بو بيتنا خير؟ يعني انا عم فكر ليش نحن مستاجرينه؟ المعنى انه نشتريه من ابي. انت بتعرفي هيك بيت قديش بيسوى؟ قد ما كان بيراعينا. شو هي؟ شو هي؟ ساعة هي. والله شو؟ بعرف انها ساعة، بس لمين؟ شو جابها لهون؟ لقيتها بالمطعم؟ ناح المطعم. إيه شو بدك فيها؟ مبين عليها جربانة، ليش ما كبيتها؟ ليش كبها؟ بركي بين لها صاحب. ومن وين بده يبين صاحبها؟ عم تقول لقيتها بالشارع. ها؟ ما بتعرفي؟ إيه والله جربانة. المهم قديش ابوكي طالب؟ هو ما حكى، بس سألني جوزك قديش مصرياته؟ يا صبوحة بتعرفي البيرو غطاه. قلنا لك بيراعينا. بيع السيارة، نحن شو مستفيدين منها؟ بنحط حق السيارة فوق القرشين اللي معنا وبنعطيهم لأبي والباقي بقسطنا اياه. بالتقسيط؟ ما كل الناس هيك عم تعمل، ليش مين معه يدفع كاش؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. انت لا تقول شيء، انت بس وافق واترك الباقي علي. طيب اعطيني يومين ثلاثة افكر واحسبها لانه هي فوتي مالها قليلة. ايه شو عليه؟ احسبها احسبها حبيبي وخذ وقتك كمان.